عدست جريدة المساء العربي من داخل مقر حزب حماة الوطن ومعرض لبراعم الأطفال. بنتقدم ونتعرف على الدكتور محمد نور. دكتور محمد نور، عرفنا بنفسك وعرف المشاهد حضرتك للي ما يعرفش الدكتور محمد نور. اهلا وسهلا بكم. الاول عدسة المساء العربي دايما بتواجه الاحداث الهامه في اسكندريه. انا محمد نور الدين، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والنهارده كان في مناسبه جميله عندنا في اسكندريه وفي الحزب ان احنا تاني مره بنعمل معرض رسومات. النهارده معرض رسومات للاطفال، براعم مصر وبراعم الوطن. وافتتح المعرض الاستاذ الدكتور محمد شاكر، وقبليه كان في معرض اخر للكبار وكان برضه افتتحه الاستاذ الدكتور هشام سعودي. فكره المعرضين وعبقريه فكره المعرضين من بناتي منى دينا وريهام، الاثنين هم ماسكين اللجنه الفنيه في الحزب في امان اسكندريه، وهم الاثنين اصحاب الفكره الاولى. وهدفهم كان فيها ذو شقين. الهدف الاولاني ابراز مدى ما وصلنا اليه من فن ومدى ما وصل اليه من ابداع. والهدف الثاني وهو الاسمى النظري التبرع بقيمه الاشتراكات زائد بعض التبرعات لمستشفى ايادي المستقبل نفسه. مين المشرف اساسا على المعرض ومين صاحب الفكره من الاستاذه دينا والاستاذه ريهام؟ هم الاستاذه دينا والاستاذه ريهام هم اللجنه الفنيه للحزب، هم اصحاب الفكره، هم اللي تبنوها. صحيح في ناس بعد كده ساعدت في المعرض لكن هم اللي عاملين المعرض دي. هل ده المعرض الاول اللي بيقام ولا في معرض قبل كده اتعمل قبل كده؟ ده تاني معرض. المعرض الاولاني كان للكبار، ونجاح المعرض الاولاني هو اللي شجعنا ان احنا نعمل المعرض الثاني. شوفوا الاستاذه دينا، اتفضلي. انا عملت لجنه فنيه هنا في حزب الوطن، لجنه تشكيليه. جبت الطلبه عندي هنا كانوا عندي في الاتيليه. كنت بدرس في مدينه اسكندريه، دلوقتي عندي اتيليه خاص بدرس فيه الولاد. فالولاد اقترحنا فكره مع بعض انا واستاذ ريهام، نجيب الطلبه بتوعنا نيجي ندرس لهم، نعمل معرض هنا في الحزب ونجمع الاشتراكات بتاعتهم لصالح مرضى وسرطان الاطفال. انت حضرتك عندك اتيليه خارجي او مرسم؟ الولاد بيتدربوا عندك يعني هناك ولا انت اللي بتدربيهم؟ بدربهم. في مدربين تانيين ولا انت اللي متخصصه في الموضوع الرسم؟ لا، رسم طبعا كل انواع الرسم. انا معايا استاذه ريهام. استاذه ريهام، طب قولي لنا برضه ايه فكرتك عن المعرض ده النهارده؟ هي برضه فكرتي مع الاستاذه دينا. انا بدات تشكيليه حره، مدارس الاطفال مرسم خاص. ويعني احنا مش لاطفالنا فقط، ولكن احنا في اطفال من الحزب واطفال من الخارج يعني شافوا الاعلان وانضموا، متشجعوا جدا للفكره. هنا اتعمل براعم مصر. الفكره دي اساسا قايمه على ايه؟ الهدف الاسمى زي ما قال الدكتور قايمه على اولا نشر يعني براعم مصر دول هم مستقبل مصر عموما. طبعا الرسم ده ليه هدف جميل يشجع الاطفال على الثقه بالنفس. دول نواه الوطن. كمان الهدف الادنى ان هم يكونوا ضمن التزامات حمله التبرعات اللي احنا عاملينها لصالح مستشفى المستقبل. هيكون اشتراكات المعرض التبرعات. يعني بنفهم من كده ان انتم مكرسين نفسكم اساسا لمستشفى ايادي المستقبل للمرضى السرطان. ده بتجمعوا فيه كل التبرعات دهيت يعني واذا كنتوا بتبيعوا لوحات او حاجات زي كده بتتعرض هناك؟ اي لوحات بتتباع او اي اشتراكات اي معرض احنا عملنا معرض كده او اشتراكات او اي شيء تم بيعه من
طب نتعرف على اولادكم بقى اللي هم النهارده كانوا اصحاب المعرض واللي اشتركوا في المعرض والرسومات بتاعتهم. فنانة يمنى طارق. اتفضلي. فنانة يمنى طارق. عرفينا بنفسك. أنا 16 سنة. نعم. 16 سنة. ها. اسمك ايه؟ يمنى طارق. انت مكسوفه تتكلمي ولا ايه؟ انت في مدرسه ايه؟ في مدرسة رياض. 16 سنة اسمي يمنى طارق. ايه العمل اللي انت عملتيه النهارده يا يمنى؟ أنا عملت لوحتين، ثلاث لوحتين. واحدة نشوفهم طيب اللوح بتاعتك، اتفضلي. عاملة اللوحة دي اه وعاملة اللوحه دي بتاعت الام ديت انت اللي عاملاها؟ دي دول بناتها. اه بس وعاملة دي طب اللوحه اللي فوق دي بتعبر عن ايه؟ دي قمر ودول السماء وده ولد ايه تاني عاملاه؟ عاملة اللوحة دي شجرة وده الشمس غروب الشمس ايه اللي انت عاملاه تاني ده يا يمنى؟ دي عباره عن ايه؟ دي عبارة عن شجرة وغروب الشمس عليها. شجره وغروب الشمس. مين تاني من حبايبنا خش كده؟ وريني انت عملتي ايه؟ انت اسمك ايه الاول؟ عندي 8 سنين في مدرسة الرياضة. قد ايه بترسمي؟ بقالي سنتين. بقالك سنتين بترسمي؟ الرسم دي عباره عن ايه؟ دي سنور، دي شخصية تظهر في الكرتون، أنا كنت بحبها فجت لي الفكرة إن أنا أرسمها وكده يعني. بعد كده عملت اللوحة دي. اخدت منك وقت قد ايه دي؟ دي مش فاكر أخدت مني وقت قد إيه. طب والمنظر التاني دوت؟ دي أبو الهول والأهرامات. دي كانت فكرة كانت جات لي، كنا بنكتب حاجة عنها في السكول، ففكرة الصورة نفسها عجبتني فقلت أرسمها عشان بحب أوي الأهرامات وأبو الهول وكده. بعد كده رسمت دي. دي عباره عن ايه بقى؟ دي عبارة عن فراشة واقفة على وردة. فراشه واقفه على ورده. أنا قلت أرسم منظر طبيعي اللي هو بتبقى فراشة واقفة على وردة وكده. اخدت منك وقت قد ايه دي يا حبيبي؟ مش فاكرة. مش فاكر. طيب ايه تاني عملته؟ مين تاني؟ ملك. فين شغلك يا ملك؟ عرفينا بنفسك. طب اسمك ايه؟ ملك أحمد محمد حسن. مدرسة ايه يا ملك؟ مدرسة جي. سنة كام؟ جونيور. عملتي ايه بقى؟ انت رسمتي ايه؟ أنا رسمت طاووس وده الضوء والظل اللي هو من الناحية دي بقى تقيل شوية ومن الناحية دي خفيف، وأوراق الشجر من هنا تقيل ومن النص خفيف، والطاووس بألوان خشب. عملتي ايه تاني؟ وعملت اللوحة دي بألوان الزيت. اللوحة اللي فوق دي انت اللي عملتيها؟ اسمها ايه ديت؟ اسمها فرس البحر. فرس البحر. برافو عليك. عملتيها في قد ايه دي؟ خدت منك وقت؟ أخدت مني مثلا 3 أيام. 3 ايام. مين تاني يا جماعة؟ ايوه. اسمك ايه يا حبيبي؟ هيا. عندك كام سنة هاي؟ 7. عندك 7 سنين؟ عملتي ايه؟ رسمتي ايه؟ الفراشة دي عبارة عن ايه؟ دي فراشة؟ فراشة ايه ديت؟ مين ساعدك فيها طيب؟ دي ده ميس دينا ساعدتك فيها؟ اخدت منك وقت قد ايه وانت بتصوريها بترسميها؟ 2 ساعة. اخدت منك 2 ساعة؟ برافو عليك. مين تاني؟ في جويرية. علي جويرية. جويرية. الفنانة دي عاملة وريني اسمك ايه؟ تعالي. اسمك ايه؟ عملتي ايه؟ رسمتي ايه جويرية؟ دي عبارة عن ايه دي يا حبيبي؟ شيليها كده وريها لي طيب. الرسمة دي انت اللي عملتيها؟ اخدت منك قد ايه وقت؟ 3 ساعات. 3 ساعات؟ برافو عليك.
مين تاني؟ هم انا عارف مشوا كلهم دلوقتي الساعه 6. بنحييكم من داخل معرض حزب حماة الوطن، وعودة حميدة إن شاء الله.